وسام أبو علي ينتظر استلام تأشيرة سفره لأمريكا يوم الاثنين للانضمام لتدريبات كولومبوس كرو وبدء مشواره رسميا مع الفريق. اجتماع بين ريبيرو ومحمد يوسف لبحث إمكانية إلغاء المعسكرات المغلقة قبل المباريات المحلية وسط خلاف حول النظام الأوروبي للتجمع قبل المباراة بساعات. محمد يوسف يتمسك بالنظام التقليدي للحفاظ على تركيز اللاعبين بعد تجربة سابقة فاشلة. الأهلي يعتزم تقديم شكوى ضد جماهير الزمالك بعد التجاوز في حق زيزو وزوجته. والد زيزو يطالبه بالتركيز في الملعب وعدم الالتفات لاستفزازات جماهير الزمالك. زيزو يؤكد اعتياده على تجاوزات هذه الجماهير. عبد الحكيم أبو علم: ما حدث مع زيزو وزوجته مدبر من داخل نادي الزمالك. جماهير الأهلي على السوشيال ميديا ترفض إساءات جماهير الزمالك وتطالب بإجراءات رادعة. محامون أهلاوية يتقدمون ببلاغ ضد قادة مدرج الزمالك شيكا أليكس ومصطفى الدال. لائحة العقوبات: أقصى عقوبة على الزمالك غرامة 100,000 جنيه ومنع حضور مباراة وتصل 150,000 حالة تكرار. إبراهيم المنيسي ينتقد إساءات جماهير الزمالك ويطالب بموقف حاسم من رابطة الأندية. رمضان حسن: المحكمة الرياضية ستؤيد فوز الأهلي بالدور الماضي ورفض شكوى بيراميدز. محمد بسام يبرر أخطاءه أمام الزمالك. الأهلي يدرس عقدا إعلانيا لمروان عطية لرفع راتبه إلى 20 مليونا سنويا.